وحشتوني جدا. المرة دي أنا متحمسة قوي. هنحكي مثل باب النجار مخلع. في ناس بتعرف تلمع الناس كلها وتنسى نفسها في الضلمة. ناس لو شفت شغلهم مع الناس تقول الله، بس لو قربت تلاقي بيتهم نفسه ناقص، قلبهم ناقص، هم نفسهم ناقصين راحة. المثل النهاردة عنهم باب النجار مخلع. المثل ده بسيط في شكله، عميق في معناه. النجار هو اللي بيشتغل بإيده وبيعمل أبواب للناس وبيصلح البيوت ويركب مفصلات ويظبط تفاصيل. بس الغريب إن بابه هو مخلع، يعني مش مظبوط ولا مقفول كويس. ليه؟ عشان مش فاضي لنفسه، أو عشان اتعود يشتغل للناس أكتر ما يشتغل لحاله. ومن هنا طلع المثل الشعبي باب النجار مخلع، يعني اللي بيصلح لغيره بيهمل هو بيته. ليه ده بيحصل؟ هقول لكم. ده بيحصل ل3 أسباب. أولاً، اللي عنده طاقة للعطاء بينسى نفسه، زي الأم اللي تدي ولادها كل حاجة وتنسى تهتم بجسمها، صحتها ووقتها. تاني سبب، اللي شايف كل عيوب الناس ينسى يشوف عيوبه. ينصح الناس تهدى وهو مش قادر ينام التوتر، يحكي للناس عن التوازن وهو عمره ما خد أجازة من همه. تالت حاجة، الخوف من المواجهة مع النفس. أوقات بنبني لغيرنا عشان ما نضطرش نبص على شروخ بيوتنا. يا ترى ده موجود في الواقع؟ أيوة، ده فعلا موجود. تعالوا ناخد أمثلة على كده. صديقة بتدي نصايح حب وهي مش قادرة تخرج من علاقة مؤذية. دكتور نفسي بيشيل عن الناس ومش لاقي حد يسمعه هو. شيف بيطبخ للناس باحتراف وآخر الليل يتعشى بسندوتش على السريع. حد بيفرح الكل في الشغل وبيعيط لوحده في المواصلات. باب النجار مخلع مش بس في البيوت، ده في القلوب كمان. تعالوا نشوف رسالة الحلقة. ما تنساش نفسك في زحمة شغل الناس. لو كل الأبواب مقفولة عليك، افتح بابك الأول. ولو كل بيت حواليك منور، افتح انت نورك. نفسك أولى بصلاحك، لأنك لو وقعت محدش هيصلحك غيرك. وبالمناسبة، دي مش أنانية خالص إنك تهتم بنفسك. الأنانية الحقيقية إنك تدي الكل وتسيب نفسك تضيع. في ختام حلقتنا، باب النجار ممكن يبقى مخلع، بس كفاية مرة واحدة في العمر يقف ويبص لبابه ويقول أنا كمان أستاهل. استنوني الحلقة الجاية مع مثل بنقوله وإحنا بنضحك بس وراه 100 دمعة. اللي بيته من إزاز ما يحدفش الناس بالطوب. كنت معاكم نانا جمال، وده بودكاست حكاية مثل. ما تنسوش تتابعوني على فيسبوك ربع ساعة عقل مع نانا جمال، أو انستجرام mind 1515. ولو بتحبوا تسمعوا الحلقة على يوتيوب تابعوني على حروف مسموعة. سلام وأق.